شعرك دا يتساقط وتحس كل يوم يضعف ويخف أكثر. تدرون إنه تساقط الشعر مو بس موضوع جمالي، مرات يكون إشارة لشي أعمق بصحتكم. وبهذا الفيديو راح أحكيلكم عن أهم الأسباب اللي تخلي الشعر يتساقط، وشنو هي الحلول والعلاجات اللي ممكن ترجع حيوية وقوة شعركم من جديد. فخليكم وياي للآخر لأن أكو معلومات يمكن أول مرة تسمعوها، وراح أسوي سلسلة من الفيديوهات تخص الشعر. تساقط الشعر يعني فقدان كمية من الشعر أكثر من الطبيعي. كل إنسان طبيعي يخسر يوميا من 50 إلى 100 شعراية. هذا شي طبيعي لأن الشعر إله دورة حياة، ينمو يظل فترة بعدين يتساقط ويطلع غيره. لكن إذا صار التساقط بكميات كبيرة أو بشكل واضح بحيث تبان فروة الرأس أو فراغات بالرأس أو يصير الشعر خفيف، هنا نقول صار عندك مشكلة تساقط الشعر. وهاي المشكلة إلها هواية أسباب. من ضمن الأسباب هو الخلل الهرموني. بالنسبة للنساء إذا عندش خربطة بهرمون الأستروجين والبروجسترون، هالشي يسبب عدم انتظام بالدورة الشهرية أو أورام ليفية أو تكيسات بالمبايض أو مشاكل ببطانة الرحم أو نزيف أثناء الدورة الشهرية أو مشاكل بالرحم. بالتالي يصير عندش تساقط شعر، فانتبهي لدورتك الشهرية إذا كانت نزيف حاد. هالشي راح يؤدي لنقص الحديد وبالتالي حيأثر على الشعر ويصير تساقط. فالهرمونات والدورة الشهرية تلعب دور كبير بصحتك العامة. أيضا في حال صار انقطاع بالدورة الشهرية، هالشي يسبب خلل بالهرمونات والحمل أيضا، وهاي كلها تأثر على الشعر وتؤدي إلى تساقط الشعر. كذلك أكو هرمون اسمه التستوستيرون اللي هو الهرمون الذكري، هذا يسبب تساقط بالشعر ونمو الشعر بمناطق غير مرغوب بها بالجسم أو الوجه مثل الذقن. هاي إشارة لخلل بالهرمونات. أما بالنسبة للرجال هواية منهم عندهم هيمنة هرمون الأستروجين في الجسم، فكل ما كانت أكو شحوم بالجسم هذا يدل على هيمنة الأستروجين. وأكو أنزيم اسمه الأروماتيز اللي يقوم بتحويل جزء من هرمون التستوستيرون إلى هرمون الأستروجين، وهذا الشي حيسبب صلع وراثي لدى الرجال. وأيضا هرمون التستوستيرون إذا بيه خلل عند الرجل حيسبب له تساقط بالشعر، لأنه مسؤول عن صحة الشعر والقلب والعضلات للرجال، ويأثر على الخصوبة عند الرجال. فهذا الهرمون مهم جدا يكون متوازن سواء عند الرجال أو النساء، لأنه يسبب صلع أو ثعلبة أندروجينية. فالهرمونات تلعب دور جدا مهم للشعر وللصحة بصورة عامة. الشغلة الثانية اللي تسبب تساقط للشعر هي وجود طفيليات بالأمعاء. الطفيليات لما تبلش تطور نفسها داخل الجسم راح تضع بيوضها وتتكاثر بالجسم، فراح تسبب التهابات بالأمعاء والجهاز الهضمي، وراح تمتص الفيتامينات والمعادن اللي موجودة بغذائك، فيصير عندك نقص فيتامينات ومعادن وما يوصل الغذاء اللازم للشعر ولا الفيتامينات والمعادن اللي يحتاجها الشعر، فراح يصير تساقط بالشعر ويصير ضعيف. وهاي الطفيليات مو بس تسبب نقص بالفيتامينات وتساقط بالشعر، ممكن تسبب لك أمراض مناعية والتهابات لأنها تطرح سمومها بالجسم، وهي سبب من أسباب الإصابة بالثعلبة. وأيضا تسبب اختلال بالجهاز المناعي للإنسان، وممكن تسبب عدة أمراض مناعية مثل التهاب المفاصل، الروماتيزم، وهاشيموتو. وهاي أحد الأمراض المرتبطة بتساقط الشعر. والطفيليات ممكن تسبب حكة في منطقة الشرج أو صرير بالأسنان وأرق. وأيضا الطفيليات تمتص الحديد اللي بالجسم، ونقص الحديد يسبب تساقط بالشعر لأنه جدا مهم للشعر. وأيضا يسبب فقر الدم، فنلاحظ النساء أو الرجال اللي عندهم فقر دم أو نقص بالحديد شعرهم ضعيف ويتساقط. أيضا من أسباب تساقط الشعر نقص البروتين بغذائك لأنه جدا ضروري للشعر. كذلك نقص فيتامين دي 3 والأوميجا 3 والزنك والبي 12 والبيوتين، لأن هاي الفيتامينات والمعادن الرئيسية للشعر، أي نقص بيها يسبب تساقط شعر. وأيضا من أسباب تساقط الشعر خلل بالغدة الدرقية، فلازم تتأكدون من سلامتها. كذلك التدخين وشرب الكحول يسبب تساقط بالشعر، لأنه السم يدخل للجسم ويحرمك من العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للشعر، لأن الجسم من يحاول يتخلص من هاي الكحول ويطلعها من الجسم راح يفقد وياها العديد من الفيتامينات والمعادن، لأنه يؤدي إلى استنزاف هاي الفيتامينات والمعادن خاصة دي 3 والبي 12، وهذين يحتاجهم الشعر جدا بالإضافة إلى الزنك والحديد وفيتامين سي
المغنيسيوم نقصهم مو بس يأثر على الشعر، يأثر على الجهاز المناعي للجسم. السبب الآخر لتساقط الشعر هو نمو الفطريات أو الخميرة في الجسم، فإذا تريد تعرف عندك فطريات سوي فحص لسانك أمام المراية. إذا لاحظت طبقة بيضة تغطي اللسان فهاي إشارة إلك إنك مصاب بفرط نمو الخميرة في جسمك، وهذا الشي يسبب تساقط للشعر. فإذا كنت تعاني من حكة بالفروة وقشرة هاي إصابة بنمو الخميرة أو الفطريات. وأيضًا من الأسباب الأخرى لتساقط الشعر استخدام المنتجات الكيميائية للشعر مثل الصبغة والمواد مال التسريح وغيرها، وأيضًا الحرارة مثل الشسوار، وأيضًا الشامبو والبلسم اللي يحتوي على الفوالات والبارابين والكبريتات، وهذا كله يسبب تساقط للشعر. وأيضًا الشعر المستعار أو الباروكة أو الخصل اللي يركبوها بالشعر أيضًا تسبب تساقط الشعر الأصلي. وأيضًا التوتر يؤدي إلى تساقط الشعر لأنه يزيد من هرمون الكورتيزول اللي يؤدي إلى تدفق التيلون اللي يسبب موت البويصلة، ودخول الشعر لمرحلة راحة بدل من مرحلة النمو. أيضًا قلة النوم تسبب ارتفاع الكورتيزول ويسبب زيادة بالدهون بالجسم، فيسبب هيمنة الأستروجين وبالتالي يؤدي إلى تساقط الشعر. وارتفاع الكورتيزول يسبب التهابات بالجسم وفروة الرأس، ويأثر على الخلايا الصبغية للشعر فيسبب شيب مبكر، وبهيج حالة مو بس يتساقط الشعر يتحول إلى شيب بوقت مبكر. وأيضًا ارتفاع هرمون الكورتيزول يأثر على الخلايا الجذعية اللي هي جدًا مهمة لنمو الشعر. هاي بالنسبة لأسباب تساقط الشعر. راح نتكلم عن العلاج بالفيديو القادم. شكرًا لاستماعكم، أشوفكم على خير.